لمدة 5 سنين ارتكب عدد من جرائم النصب والقتل والسرقة، ويتجوز 7 ستات ويخلف منهم، وكل ده وهو منتحل شخصيات واسماء ناس تانية. وبسبب ان هو ذكي ودرس القانون في كلية الحقوق قدر ان هو يفلت من كل الجرائم دي لمدة 5 سنين. ايه هي القصة الحقيقية وازاي اتقبض عليه؟ كل ده هنشرحه بالتفصيل في الفيديو ده، فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وخلينا نبدا. مبدئيا، مين هو سفاح الجيزه؟ اسمه قذافي فراج عبد العاطي، ونشأ في عيله متواضعه في محافظه الجيزه، والناس كلها كانت بتحلف باخلاقه وقد ايه هو شخص محترم وخجول، وكان شغال موظف بسيط في سوبر ماركت. من الاخر كان شاب كحيان زينا كلنا، لغايه ما قرر ان هو يبدا يشتغل كسمسار عقارات عشان يقدر يكسب شويه فلوس زياده ويقدر يحسن من دخله الى جانب الوظيفه اللي هو فيه. وفي 2014 ساب الوظيفه لما حالته الماديه اتحسنت وبدا يكسب كويس من سمساره العقارات. وساعتها كلم صاحب عمره المهندس رضا اللي كان عايش في السعوديه، واقنعه انه يقدر يشغل له فلوسه معاه في مجال العقارات، وان المجال ده هيكسبه فلوس كتيره جدا. وفعلا المهندس رضا بدا يبعت له فلوس كتير، وبالفعل القذافي اشترى كذا شقه وفتح مكتبه. بس اقنع المهندس رضا انه عشان الدنيا تمشي ومش كل شويه يشغله بحوارات محتاج منه توكيل عام، وبكده القذافي هو اللي هيكون ماسك كل حاجه. ومع مرور الوقت جت بنت اشتغلت عنده في المكتبه واسمها نادين، وبعد فتره حبوا بعض واتقال ان هم دخلوا في علاقه غير شرعيه. بس انا نسيت اقول لك، في الوقت ده القذافي كان متجوز اصلا، كان متجوز قبليها واحده اسمها فاطمه زكريا. والفكره ان عشان نادين اصلا توافق ان هي تدخل معاه في العلاقه دي، القذافي وعدها بالجواز. وفعلا جه الوقت اللي القذافي راح وتقدم فيه لاهلها. بس القذافي كان عنده مفاجاه صغيره كده، انه راح يتقدم بس مش لنادين، لفاطمه اخت نادين. ولما اتجوز فاطمه فعلا، نادين بقى كانت عايزه تفضح حقيقته قدام اختها واهلها، بس في نفس الوقت هي لو اتكلمت عليه وفضحته فبالتالي هي بتفضح نفسها، وعشان كده ما قدرتش تتكلم بسهوله. وهي دي الحته اللي قدر يلعب عليها القذافي بذكاء، وان الموضوع ده هيوفر له شويه وقت على ما يشوف هيقدر يتخلص من نادين ازاي. وهو كان عارف ان نادين حلمها ان هي تمثل، وبالفعل هي كانت عامله كام اعلان صغير كده بس ما جابلهاش فرص تمثيل. فقرر القذافي ان هو يرجع يقنعها بموضوع التمثيل ده تاني، وقال لها ان هو جاب لها فرصه التمثيل مع منتج سوري صاحبه، وبكده كل الاطراف تكون اتراضت ونكمل حياتنا عادي، وانها هتمضي عقد وتسافر بره مصر كمان، وهتشتغل في كام عمل فني وبمقابل مادي كبير جدا. ولكن الاهل رفضوا الموضوع تماما، لانهم ما كانوش عايزينها تسافر لوحدها. ولكن بسبب تدخلات القذافي وبعد ما اقنع نادين بالموضوع، هي كمان بقت بتتحايل على اهلها. وبسبب الضغط اللي حصل على الوالدين، طلبوا من القذافي ان هو يجيب المنتج البيت ويقعدوا يتكلموا معاه. وبالفعل الوالدين قعدوا مع المنتج وقدر ان هو يقنعهم انها تسافر معاه، وقال لهم وطمنهم ان مش هي البنت الوحيده اللي هتسافر معاه من مصر، وان في بنتين تانيين هيكونوا معاها بالاضافه برضه لكذا شاب. وبعد الضغط من القذافي والمنتج قدروا ان هم يقنعوهم ان دي فرصه عمر نادين عشان تبقى نجمه مشهوره. وبعدها نادين مضت العقد وسافرت، وفي اول 3 ايام اتقطع اتصالها تماما باهلها، وما بقاش في اي تواصل ما بينهم غير بالرسائل، وطول الوقت في حجج ان هي مش قادره تكلمهم ومشغوله. فقلق الاهل وشكوكهم زادت في الموضوع، بالذات ان طريقه كلامها بقت مختلفه وهم حرفيا ما يعرفوش عنها اي حاجه. وبعد كده طلبوا من القذافي ان هو يحاول يتواصل مع صاحبه المنتج عشان هم عايزين بنتهم ترجع. ولكن القذافي بدأ يطمنهم ويقول لهم ما تقلقوش، اكيد ما فيش حاجه حصلت، هتلاقيهم بس مشغولين في الشغل زي ما بنتكم بتقول. ولما ألحوا عليه وبداوا يتخانقوا معاه، بدأ يتصل بصاحبه المنتج ويعمل ان هو بيدور عليه زيهم بالظبط. ولكن في النهايه ما وصلوش لاي حاجه، لان القذافي كان قتل نادين اصلا. وفي نفس الوقت المهندس رضا بدأ يسأل كتير عن مكسب، لان ما فيش اي عائد من العقارات والحاجات اللي اشتراها القذافي كانت بتتبعت له، لان كل شهر كان بيبعت له مبلغ لغايه ما وصل ساعتها ل 3 مليون جنيه. فقرر ان هو ينزل مصر بنفسه ويشوف الدنيا وصلت لايه، والفلوس اللي بيبعتها دي بتروح فين. ولما عرف القذافي ان هو جاي، بدا يحضر في الخطه بتاعته، واولها ان هو يروح يستقبله في المطار، صاحبه وعشره عمره برضه. وساعتها قال له احنا نروح شقه من اللي اشتريتها بالفلوس وهعزمك على كشري زي ايام زمان، وبعديها نتكلم في كل اللي انت عايزه. ولكن القذافي كان سامم له طبق الكشري بتاعه، واول ما المهندس بدا ياكل من طبق الكشري حس بوجع رهيب في بطنه. وبعديها القذافي ضربه على دماغه بحديده وخبطه كذا خبطه لحد ما اتاكد ان هو مات. وساعتها نقل جثته من الشقه دي لشقه تانية برضه كان شاريها وفي الدور الارضي، وهي دي نفس الشقه اللي كان دافن فيها نادين. ولما اهل المهندس رضا سالوا القذافي عليه، قال لهم انا قابلته وقعدت معاه واتكلمنا شويه وبعد كده مشي وما اعرفش هو راح فين. وبدا القذافي واهل المهندس رضا يدوروا عليه في كل مكان. وفي الوقت ده القذافي بدا يلعب عليهم لعبه تانية عشان يتوههم عن الحقيقه، وبعت رساله من تليفون غريب على تليفون اخت المهندس رضا، وقال لها ان هو المهندس رضا، وان هو بيكلمها من رقم غريب عشان كل حاجته اتاخدت منه، وان اتقبض عليه في
في مظاهره بالغلط ومش عارف هم هيرحلوه على فين، لان في فتره 2015 كان في مظاهرات في البلد وكده، ولكن في النهايه ما وصلوش لاي حاجه. فاكرين فاطمه زكريا مراته الاولى؟ في الوقت ده حصل ما بينهم مشاكل كبيره جدا، وبدا يفكر ان هو يعمل معاها زي ما عمل مع ضحايا اللي قبل كده، واخد القرار ده فعلا بعد ما فاطمه اكتشفت عدد من البطايق كلها بتاعته بس باسماء مختلفه، وقالت له ان هي هتبلغ عنه عشان شكت ان هو نصاب، وساعتها قتلها بنفس الطريقه اللي قتل بيها المهندس رضا، وحط لها السم في الاكل. وعشان يقدر ينقلها من بيتهم للبيت اللي بيدفن فيه الضحايا بتاعته، قطع جسمها لاجزاء وحطها في الديب فريزر، وبعدها نقل الديب فريزر للشقه الثانيه ودفنها في نفس الحفره اللي فيها نادين والمهندس رضا وبلط عليهم. لا ومش كده وبس، ده جدد الشقه كلها واجرها، يعني في ناس عاشت في الشقه دي سنين وهم ما يعرفوش ان في جثث مدفونه تحتيه. وعشان يقدر يبعد كل الشكوك عنه ويطلع نفسه من الموضوع، راح لاهلها وقال لهم ان بنتكم اتخانقت معايا واخدت شنطه من الدولاب كان فيها فلوس وكروت شحن، ولما جه يلحقها عند الباب زقته وسابت له البيت ومشي. فوالد فاطمه شك في كلامه وحس ان في حاجه مش مظبوطه. قال له ازاي يا ابني واحده تزقك وتمشي؟ طب ليه ما جريتش وراها؟ قال له اصل هي قفلت عليه الباب بالمفتاح من بره. قال له طب يا ابني ما ندهتش على البواب ليه؟ قال له اصل البواب كان معايد واخد اجازه. فوالد فاطمه ساعتها قال له خلاص تعالى لي نتكلم يا اما انا اجيلك. فالقذافي رد عليه وقال له لا يا عمي انا اللي هجيلك. ومن ساعتها قفل تليفونه وما راحلوش بعديها غير بيوم. ووالد فاطمه ساعتها لما ساله انت كنت مختفي كل ده فين، رد عليه وقال له اصل انا كنت بدور عليها في كذا مكان. وبعديها راح والد فاطمه والقذافي المحامي، والمحامي ده كان يعرف والد فاطمه كويس قوي، واتكلموا معاه. بس ساعتها برضه المحامي كان شاكك في كلامه، وقال له ساعتها ان التفاصيل اللي بيحكيها مش راكبه على بعض. هم كانوا مش مقتنعين بكلامه وشاكين فيه، بس مشي معاه للاخر. وراحوا ساعتها عملوا محضر تغيب. وفي يوم والد فاطمه طلب من القذافي ان هو عايز مفتاح الشقه عشان يدخل ويدور ويمكن حاجه تدله على مكان بنته. ولما دخل هو القذافي وبداوا يدوروا في الشقه، اتفاجئ ان الديب فريزر مش موجود. ولما سالوا عليه قال له ان فاطمه بنته هي اللي طلبت منه يطلعوا صدقه عشان دخل فيه فرو وقرفت منه. بس والد فاطمه ما اقتنعش بالكلام ده وشكه في قذافي زاد اكتر. وبعدها قذافي بدا يبعت رسائل من تليفون فاطمه لاهلها ويفهمهم فيها ان هي هربت ومش عايزه ترجع تاني ومش عايزه تشوف حد فيهم. ووالد فاطمه قال ان هو كان بيستغل احداث حقيقيه حصلت فعلا ويبرر بيها اختفائها في الرسائل اللي هي كانت بتبعتها له. بس والد فاطمه برضه ما كانش مستريح للموضوع. والد فاطمه راح للنيابه وطلب منهم ان هم يتتبعوا المحيط اللي بيتبعت منه الرسائل دي. وبعدها لما لقوا ان المحيط بتاع الرسائل دي قريب منهم قوي، اتاكد شكوا في قذافي. وبعدها اتهموا القذافي رسميا ان هو السبب في اختفاء بنته، ولكن ساعتها ما قدروش يثبتوا عليه اي حاجه وبرضه طلع من الموضوع. بعد كده قرر قذافي ان هو يسيب الجيزه كلها لان كده الدنيا بالنسبه له ما بقتش امان. وفي 2017 قرر ان هو يطلع على اسكندريه، ولكن مش باسمه الحقيقي، باسم المهندس رضا. ولكن قبل ما يطلع على اسكندريه باع كل الممتلكات بتاعه المهندس رضا وكل الشقق اللي اشتراها، لان ما تنساش ان هو كان لسه معاه كل التوكيلات اللي هو عملها له. بس قبل ما يتحرك لاسكندريه بعت رساله لمحامي المهندس رضا وبعتها له على اساس ان هو المهندس رضا، وبيقول له فيها ان هو كل شويه قاعد بيترحل من مكان للتاني وهو مش عارف هو فين. ولما اكتشف المحامي ان فجاه كل ممتلكات المهندس رضا اتباعت وعرف ان اللي باعها هو قذافي بالتوكيلات اللي معاه، قدم بلاغ رسمي بيتهم فيه قذافي ان هو السبب ورا اختفاء المهندس رضا. وفي نفس الوقت ده اكتشف ان القذافي مرفوع عليه عدد من القواضي كبير جدا بالنصب والاحتيال. وراح قذافي عاش في اسكندريه وكان بيقول للناس هناك ان هو مهندس الكترونيات. ولما نقل هناك فتح محل اجهزه كهربائيه لان كده كان معاه مبلغ كبير قوي من الممتلكات اللي باعها. وبعد فتره اشتغلت معاه بنت في المحل وكان اسمها ياسمين، وبرضه وقعت في حب سبحان الله، يمكن بس عشان هو شكله امور قوي يعني. وفي الفتره دي اقنعها ان هو بيقدر يعمل فلوس من الهوا وان طموحها عالي جدا وما بينتهيش لحد هنا. وكان معرفها برضه ان هو معاه فلوس كتير للدرجه اللي خلتها ان هي اللي تطلب منه انه يشغل لها فلوسها معاه، واللي كان مخليها مطمنه له قوي برضه ان هو كان وعدها بالجواز. وساعتها اديت له كل الفلوس اللي هي كانت محوشاها وكانوا 45,000 جنيه. ولكن بعد فتره وان مفيش اي نتائج للفلوس اللي هو شغلها لها، ياسمين طلبته بفلوسها وهو قال لها ان هو معهوش فلوس تكفي المبلغ ده دلوقتي، بس تقدري تيجي تاخدي اجهزه كهربائيه بثمن المبلغ ده من المخزن عندي. وياسمين وافقت. ولما راحت له المخزن قذافي هجم على ياسمين وخنقها لغايه ما مات، وحفر حفره في المخزن ودفنها فيه. وبعديها بفتره اتعرف على دكتوره صيدليه واسمها نهى، وكانت من عيله كبيره وغنيه قوي. وبما ان هو كمان كان معاه فلوس كتير وشغله ناجح، قدر انه يقنعها بالجواز. برضه سبحان الله مش عارف بصراحه على ايه. ولكن الجوازه فشلت بسرعه وما اخدوش وقت كبير و3 شهور بس واتطلقوا. وفي الوقت ده قرر ان هو يقتحم بيت عيلتها ويسرق كل الفلوس والذهب اللي هناك. وخطط فعلا الموضوع ده، والوقت اللي كان فيه البيت فاضي والعيله كلها مسافره دخل وسرق كل حاجه وتخفف النقاب والكاميرات صورته وهو
نازل من بيتهم ومعاه شنطه كبيره، وبعديها دخل بيت تاني وباقل من ساعه نزل بهدومه العاديه من غير النقاب ومعاه نفس الشنطه. وساعتها اتهمته عيله الدكتوره ان هو اللي سرق الفلوس والذهب، خصوصا ان هم كانوا لسه متطلقين. ولكن ركز معايا هنا، هم اتهموه برضه باسم رضا لان هم يعرفوه على اساس ان هو المهندس رضا، واللي هو برضه مفقود. والشرطه نزلوا نشره في كل محلات الصاغه بمواصفات الذهب اللي اتسرق. وساعتها قرر ان هو يغير شخصيته من المهندس رضا لواحد اسمه محمد مصطفى، واللي هو ما كانش ليه اي علاقه بيه اساسا. وبعديها اتعرف على واحده اسمها مي وتقدم لها على اساس ان هو رجل اعمال وغني ومعاه فلوس كتير. في الفتره دي كان بيبيع الذهب اللي سرقه واحده واحده عشان ما يتشكش فيه، ولغايه ما قرروا في حركه غبيه ان هو يبيع باقي كميه الذهب كلها مره واحده. ولما راح لمحل الذهب الجواهرجي اتفاجئ من كميه الذهب اللي جايبها له، ده غير انه لقى مواصفات الذهب دي مطابقه للنشره اللي نزلتها الشرطه. ولما الجواهرجي سال قذافي على فواتير الذهب، القذافي قعد يحور، وساعتها الجواهرجي ده اتاكد ان الذهب مسروق وسهاه واتصل بالشرطه وقعد يماطل معاه في الكلام لغايه ما الشرطه وصلت، واخيرا اتقبض على قذافي. بس في عين الشرطه هم دلوقتي قبضوا على المهندس رضا المتهم في سرقه الذهب من عيله الدكتوره اللي في الاساس متبلغ انه مفقود. واهل المهندس رضا اتبلغوا ان الشرطه لقيته في اسكندريه وانه مقبوض عليه ومتهم في السرقه. ولما اهل المهندس رضا جم اسكندريه عشان يتعرفوا عليه قالوا ان مش ده المهندس رضا، ده القذافي اللي احنا مبلغين عليه ان هو سرق ممتلكات المهندس رضا اصلا. ده غير ان اصلا قذافي متهم بعدد من قواضي النصب والاحتيال وكمان قتل مراته الاولى فاطمه زكريا، زائد طبعا الحاجه الواضحه جدا انتحال الشخصيات. فحرفيا الشرطه استلمته ولما حققوا معاه اعترف بكل حاجه ودلهم كمان على اماكن الجثث، واتحكم عليه في النهايه بالاعدام في كل القضايا. اخذ حكم الاعدام 4 مرات. وفي يوم 19 اكتوبر 2021 محكمه النقض ايدت الحكم، بس لغايه وقتنا ده هو عايش وما اتعدمش ولسه محبوس. وهي دي قصتنا. وعايز اقول لك ان قذافي ده يعتبر شبل صغير بالنسبه لجيفري دامر، بس بجد لو مش هتقدر تتفرج على الفيديو ده يا ريت ما تتفرجش عليه لان حقيقي فيه تفاصيل صعبه جدا ومش اي حد هيقدر يسمعها، انا حذرتك. ولو عجبك الفيديو ده يا ريت تشترك في القناه وتكتب لي في الكومنتات حابب نعمل فيديو عن ايه في المستقبل.